طول الفراخ 38 يوم وعندها برد ومش عايزه تذبحي عشان في موازين صغيره. انا رديت عليها، بس انا بطلع اقول لي بقى التعليق لعل وعسى حد عنده المشكله يستفيد من ردي. 38 يوم وعندك موازين صغيره موازين كبيره، طب ما تاخدي يا ستي الموازين الكبيره تذبحيها ومن غير ما تحطي مضادات حيويه ولا شيح ولا الكلام ده كله ولا خلطات ولا اي حاجه، وخدي الموازين الكبيره ان كانت 2.5 3 كيلو حلوه او رضا، والحقي فراخك واذبحيها. والفراخ اللي هي الصغيره قعديها عندك اسبوع كمان عقبال ما تعالجيها. ان كنت هتحطي بقى مضاد حيوي هتحطي ايا كان، هتحطي علاج يبقى اسمها قعدها انت برضو في نفس الوقت بتعالجيها، وفي نفس الوقت هتقعديها عقبال ما تظبطي الوزن بتاعها، وكمان تقعدي اسبوع تغيري الطعم بتاعها. مش مشكله لما تبقى الدوره عندك دلوقتي 38 يوم، لما تخرجي على ايه؟ على 45 يوم 48 يوم 47 يوم بس يا جماعه، 50 يوم ما تزودوش عن كده. ده لو في ظروف